مش هيناموا من الفرحة. قرار عاجل من الحكومة يسعد ملايين الموظفين وهذا موعد تطبيقه. جت في وقتها مفاجأة تسعد كل أصحاب المعاشات بعد قرار الحكومة. صرف معاشات نوفمبر 2025 في مصر بعد زيادة 15% للمستفيدين من التأمينات الاجتماعية. لو مواليد بعد 1970 مفاجأة سارة لملايين المصريين بعد تطبيق قرار الحكومة. هتوصل 2000 جنيه. قرار عاجل بصرف زيادة جديدة لأصحاب المعاشات في هذا الموعد. متابعينا الكرام، هتصلكم أخبار مصر برجاء الاشتراك في القناة من الزرار الأحمر أسفل هذا الفيديو. اتفعلوا زر الجرس، تدعمونا بلايك، وإليكم كافة التفاصيل. بيترقب موظفو الجهاز الإداري للدولة موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 بعد أن أعلنت وزارة المالية المصرية تفاصيل جديدة لصرف الرواتب للأشهر الثلاثة المقبلة في إطار منظومة الدفع الإلكترونية المعتمدة التي تهدف إلى تسهيل عملية الصرف وضمان انتظامها. وموعد صرف مرتبات أكتوبر 2025، فأكدت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر أكتوبر 2025 سيبدأ يوم الخميس الموافق 23 أكتوبر بدلا من 24 أكتوبر، يعني النهاردة، وذلك للجهات والوزارات ذات الكثافة الكبيرة في أعداد العاملين على أن يستمر الصرف حتى يوم الاثنين 27 أكتوبر 2025 لبقية العاملين في الدولة. وأوضحت الوزارة أن المرتبات متاحة بالكامل عبر البطاقات البنكية المخصصة للرواتب، حيث يمكن للموظفين السحب من ماكينات الصراف الآلي ATM أو من خلال فروع البنوك ومكاتب البريد المصري المنتشرة في مختلف المحافظات. كما يمكن صرف المستحقات من خلال فروع البنوك على مستوى الجمهورية، مكاتب البريد المصري ومكاتب الصراف الآلي التابعة للبنوك المختلفة. وحددت الوزارة أيام 7 و8 و12 أكتوبر 2025 لصرف المتأخرات والمستحقات المالية للعاملين ضمن الجدول الشهري ضمن الذي تخصص فيه 5 أيام لصرف المرتبات و3 أيام لصرف المتأخرات. ومواعيد صرف مرتبات الشهور القادمة 2025. وذكرت وزارة المالية أن مواعيد الصرف الجديدة تأتي في إطار حرص الدولة على تيسير حصول العاملين على رواتبهم بمرونة وسهولة وتجنب الازدحام أمام منافذ الصرف وضمان انتظام عملية الدفع عبر المنظومة الإلكترونية الموحدة. وفيما يلي جدول مواعيد صرف المرتبات والمتأخرات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. وشهر أكتوبر 2025 بدأ الصرف من يوم 23 أكتوبر والمتأخرات أيام 7 و8 و12 أكتوبر. شهر نوفمبر 2025 بدأ الصرف من يوم 24 نوفمبر والمتأخرات أيام 6 و9 و10 نوفمبر. شهر ديسمبر 2025 بدأ الصرف من يوم 24 ديسمبر والمتأخرات أيام 8 و9 و10 ديسمبر. ويأتي هذا التنظيم في إطار خطة وزارة المالية لتحقيق الانضباط المالي وتوفير بيئة صرف إلكترونية آمنة وسريعة لجميع العاملين بالدولة. وتفصل أسابيع قليلة أصحاب المعاشات عن موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2025، وذلك بعد تطبيق الزيادة الأخيرة بنسبة 15% التي بدأ العمل بها منذ شهر يوليو الماضي، حيث يتم الصرف في الموعد الثابت من كل شهر وتحديدا يوم السبت الموافق 1 نوفمبر 2025. وموعد صرف معاشات نوفمبر 2025 بعد الزيادة، فأكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن صرف معاشات شهر نوفمبر 2025 سيتم في موعده المحدد دون أي تأجيل، مشيرة إلى أنها اتخذت جميع الإجراءات التنظيمية لتسهيل عملية الصرف وتجنب التكدس أمام منافذ الصرف المختلفة. وتتضمن قنوات صرف المعاشات ما يلي: ماكينات الصراف الآلي ATM التابعة للبنوك، فروع البنوك المنتشرة بجميع المحافظات، مكاتب البريد المصري، منافذ شركة فوري المعتمدة، المحافظ الإلكترونية عبر الهاتف المحمول، الاستعلام عن المعاش الإلكتروني. يمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن قيمة المعاش المستحقة بعد الزيادة من خلال الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عبر الرابط المخصص، ويتم ذلك باتباع الخطوات التالية: الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة، الضغط على أيقونة الخدمات التأمينية، اختيار البيانات الأساسية لصاحب المعاش وإدخال الرقم القومي والضغط على استعلام. ستظهر جميع تفاصيل المعاش المستحق بعد الزيادة وقيمة معاش نوفمبر 2025 بعد الزيادة الأخيرة. جاءت الزيادة المقررة
بنسبة 15% على إجمالي قيمة المعاش لتكون تقريبا كمالي. من كان يتقاضى 1000 جنيه أصبح معاشه 1150 جنيه، ومن كان يتقاضى 1500 جنيه أصبح معاشه 1725 جنيه، ومن كان يتقاضى 2000 جنيه أصبح معاشه 2300 جنيه، ومن كان يتقاضى 2500 جنيه أصبح معاشه 2875 جنيه، ومن كان يتقاضى 3000 جنيه أصبح معاشه 3450 جنيه، ومن كان يتقاضى 4000 جنيه أصبح معاشه 4600 جنيه، ومن كان يتقاضى 5000 جنيه أصبح معاشه 5750 جنيه. يذكر أن هذه الزيادة يستفيد منها نحو 11 مليون مواطن على مستوى الجمهورية في إطار جهود الدولة لتحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات وتخفيف الأعباء عنهم. ويستعد ملايين المواطنين في مصر لصرف معاشات شهر نوفمبر 2025 بعد تطبيق الزيادة الجديدة بنسبة 15% التي اعتمدها الرئيس عبد الفتاح السيسي بدءا من يوليو الماضي ضمن جهود الدولة لدعم برامج الحماية الاجتماعية ومواجهة التحديات الاقتصادية. في هذا الفيديو وسنوضح لحضراتكم موعد الصرف، حيث تفاصيل زيادة المعاشات يوليو 2025. أصدرت الحكومة القرار الجمهوري رقم 325 لسنة 2025 بزيادة المعاشات المستحقة حتى 30 يونيو 2025 بنسبة 15% وفق القانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، ونسبة 15% من إجمالي المعاش المستحقة. والحد الأقصى للزيادة حوالي 2175 جنيه لبعض شرائح. عدد المستفيدين نحو 11 مليون و500 ألف مواطن، والتكلفة السنوية حوالي 70 مليار جنيه. وملاحظة لا تطبق الزيادة على الإعانات والمنح الاستثنائية، وتأتي هذه الزيادة ضمن الحزمة أكبر تشمل رفع الحد الأدنى للأجور وتحسين دخول الموظفين وأصحاب المعاشات لمواجهة التضخم. وأعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن أن صرف معاشات شهر نوفمبر يبدأ رسميا يوم السبت الموافق 1 نوفمبر 2025 مع استمرار تطبيق الزيادة التي أقرتها الحكومة منذ يوليو الماضي. أماكن وطرق صرف المعاشات بسهولة، وحرصت الهيئة على توفير عدة قنوات لصرف المعاشات لتقليل الازدحام وضمان وصول المستفيدين لأموالهم بسهولة. وإمكانات الصراف الآلي ATM للبنوك المختلفة، فروع البنوك المنتشرة في جميع المحافظات، مكاتب البريد، منافذ شركة فوري والمحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول مثل فودافون كاش وأورنج موني وغيرها. متابعينا الكرام، هتتصلكم أخبار مصر برجاء الاشتراك في القناة، فعلوا زر الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في رعاية الله وحفظه